الدكتور سليمان منصور الحلبي. النظرية بتقول إن الدكتور سليمان هو دكتور نفسي مصري من أصول سورية، أناني، مرح، هادي، متناقض، طماع. دكتور نفسي شاطر رغم إنه مش بيحب الطب النفسي وأجبر عليه. عنده قدرة على الإقناع، عنده رغبة في اختبار ذكائه على الناس، متسلط، بيحب يحرك اللي حواليه وفقا لخططه وبياخد احتياطاته. عنده كمان حب شديد للتجسس على المرضى بتوعه. دكتور سليمان زي ما شفنا في الفيلم إنه كان بيستغل مريضته نادية علشان ينصبه على باقي المرضى، وهو معشمها بالحب علشان يستفيد منها. ولكن هل هو أصلا كان محتاج فلوس؟ الحقيقة إنه لأ. دكتور سليمان كطبيب نفسي هو كان متيسر جدا ماديا، وعايش لوحده مش متجوز ومعندوش ولاد. ولكن هو كان عنده هوس بالثراء السريع، بجانب إنه مش عايز يجيب فلوس من الجلسات النفسية كفيزيتا، لأنه مش بيحب الشغلانة دي. هو كان عايز يحقق أكبر قدر من الفلوس علشان يقدر يغير الكارير بتاعه، أو بمعنى أصح يتقاعد ويسافر يعيش حياته في رفاهية، وطبعا يخلع من نادية ومن غيرها ويفضل حر. ده ياخدنا لنقطة تانية، وهي نقطة ذكره لأمه دايما: الحاجة الحاجة. بلاش، مش عشان الحاجة، عشان الفلوس. الحقيقة هو مفيش حاجة، وأم سليمان متوفية من سنين، وهو بيذكرها كوسيلة نفسية لاجتذاب تعاطف الناس لما عاوز ينجو من أي حاجة، علشان الناس تعرف إنه بيعول ست كبيرة فترأف بيه. بيستخدمها كرخصة لأخطاء يراهن بيها على تعاطف البشر. حتى لما كان بيقول في التحيات حد يبعت رسالة للحاجة يقول لها تجيب الأمانة، هو بس كان حابب يكسب وقت لحد ما يخرج من المكان ده أو يكلم محامي. اي حد بس من طرف سعادتك يوصل للحاجة ويقول لها الدكتور بيقول لك عاوز المصلحة. الدكتور سليمان ليه بقى الشخصية المركبة السلبية دي، رغم إنه متأثر ماديا وبيشتغل شغلانة مرموقة وله احترام؟ السبب في ده كان الدلع والترف اللي عاش فيه سنين من صغره، اللي حوله لإنسان متواكل بيطلب من أهله وأهله بينفذه. طول عمره كان بيتشرط على الدنيا وعايز الأمور تمشي بهواه هو. ولما ماتوا أهله واحد ورا التاني وبقى في الدنيا لوحده، ده خلاه مجبر إنه يشتغل ويشيل المسؤولية. ولكن الاضطرار ده كان موجود معاه إعجاب بالنفس. سليمان كان مفتون بنفسه وبالنعم اللي عنده، زي اللباقة والقدرة على الإقناع والتلاعب بالناس. فقرر فعلا يشيل المسؤولية ويدرس ويشتغل. ولكن الجانب السلبي اللي جواه كان طاغي أكتر. قرر يستعرض قدرات عقله قدام نفسه، وفي نفس الوقت يجني فلوس أكتر ويحقق ثراء بوسيلة سهلة. سليمان دايما كان عنده القدرة إنه يعمل الصح، ما كانش بيغلط عشان مجبر أو مضطر أو محتاج. ولكن هو كان طول عمره مدلع نفسه ومنحاز ليها، لأن حتى بعد ما اشتغل كل الناس كانت بتشهد له. يا أخي ده حتى سمسم شهد له إنه قدر يعالجه. كل المشاعر دي بالتبعية كانت بتحسس سليمان لما يقع في شر أعماله ويتعاقب على جزء بسيط منها إنه ضحية، حتى لو هو الغلطان. فهو عمره ما حس بالذنب ولا حس إنه ظالم، بالعكس. يا بيبي، حسبي الله ونعم الوكيل. سليمان كان رغم كل ده شخص مهني جدا، علشان يبعد الشبهات عن نفسه وسمعته ما تتلطش. كان بيعالج مرضاه فعلا، سواء اللي بينصب عليهم باستخدام نادية أو باستخدام وسائل تانية، أو اللي ما بينصبش عليهم. كمان فوق كده هو كان مثلا بينصب على مريض واحد بين كل 10 مرضى أو أكتر، ولازم ينقيه بعناية ويعرف مستواه المادي جايب همه ولا لأ، ومدى انتقامه وغضبه وردود أفعاله. زي ما كان بيجس ردة فعل سمسم مثلا مع أقصى ضربات الاستفزاز عشان يضربه بالقلم. هو بس كان بيحاول يشوف أقصى حاجة ممكن يعملها لو مثلا الموضوع اتكشف. ما كانش رغبة في العلاج، ولا كان مثلا سليمان مزوخ. سليمان بيقدر يستعيد أرستقراطيته والرقي بتاعه بسهولة وبسرعة. في آخر الفيلم هو متسجنش ولا مات، لا هو ولا نادية. هي بتقرف منه وبتحتقره لأنه بياع وبيعترف عليها من الأول بوادر تهديد. نادية بتسيب البلد وبتبدأ من الصفر، وبتقول كده كده بايظة، وبتقرر تكمل في النصب باسم الحب، ولكن على ناس أكتر سذاجة من سمسم وإخواته، علشان الموضوع يكون مضمون. ولكن الدكتور سليمان رغم كمية الفلوس اللي قدر ياخدها منه سمسم كعقاب، هو بيقدر يستجمع قواه وبيرجع بيته وبيحول فلوسه الكتير اللي بيملكها لسه لشرم الشيخ، وبيستقر هناك بعيدا عن السمعة اللي بدأت تتلط وبعيدا عن الناس اللي أذوه.
وبيكمل حياته طبيب نفسي برضه، بس المرة دي مجبر على الالتزام بمهنيته، لأنه في الحقيقة أجبن من نادية وما قدرش يجازف مرة تانية وينصب على حد. تفتكر سمسم ونادية في يوم من الأيام ممكن ينتكسوا وحالتهم تسوء باعتبار إن هما لسه مرضى نفسيين ويدوروا على دكتور سليمان تاني بغرض العلاج لأنه أكتر واحد عارف مفاتيحهم؟ لو ده حصل هيكونوا غلطانين ولا معذورين إنهم بيتعلقوا بأشياء؟ قولي في التعليقات. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب والجرس أرجوك، لأن التفاعل في حالة تدهور خالص. مستني تعليقك الجميل برأيك، وقول لي مدى تحمسك لسلسلة القاتمون الرواية الصوتية المصورة، حتى لو كان تحمسك ده صفر. وسلام.